السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب أولى إعدادي. مع المراجعة النهائية وليلة الامتحان نحاول مع بعض نلم الدنيا. أنا عارف إن خلاص 24 ساعة الامتحان، فنحاول مع بعض إن احنا نلم الموضوع، نلم الدنيا في أضيق الحدود وأسهلها. نبدأ بالسؤال الأول وهو سؤال التشوز. بيقول لي it's our duty to، يعني من واجبك انك، طبعا our ancient monument يبقى من واجبك انك تحافظ على اثارك القديمة، يبقى preserve. سؤال تاني بيقول لي the history culture، كل ده اسمه heritage يعني تراث. السؤال الثالث بيقول لي the grand Egyptian museum، المتحف المصري الكبير بيمزج بين التاريخ والتكنولوجيا، يبقى blend يعني يمزج. the word priceless يعني لا يقدر بثمن، يبقى very valuable يعني لا يقدر بثمن. السؤال الرابع بيقول لي is a line of people يعني طابور أو صف من الناس أو الأشياء moving together بيتحركوا مع بعض، ده اسمه الباراد. باراد يعني موكب. means kind، طبعا kind يعني caring، وهتلاقي الإجابات الباقية كلها غلط، يعني selfish أناني، violent يعني عنيف، ورود يعني وقح، فطبعا الإجابة هتبقى caring. السؤال اللي بعده بيقول لي my rule، دوري في البيت بيتضمن غسيل الأطباق، والأطباق يبقى washing من dishes. the word caring، كلمة caring معناها طبعا unkind لأ لأنها إيجابية، هي معنى إيجابي. caring يعني يرعى أو يعتني بيه، يبقى أكيد helpful و kind. لكن lazy و angry دي معاني سلبية، طبعا angry يعني غضبان و lazy يعني كسول. طهيني اللي هي الطحينة بتصنع من السسمة اللي هو السمسم، عكس تايدي يعني مرتب، عكسها ميسي. سؤال 11 بيقول لي بيشوت always، يجب علينا دائما the eggs البيض، يبقى into a bowl يعني نضع البيض في الإناء قبل ما نخلطه، يبقى بيتكلم على أكيد بريك يعني هنكسر البيض في الإناء قبل ما نضربه ونخلطه يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي last year، السنة اللي فاتت عمر كان عايز يعمل شيء for the community، أكيد شيء مفيد يبقى meaningful. السؤال اللي بعده بيقول لي small act، الأفعال الصغيرة، الأفعال الخيرة الصغيرة أو أفعال الطيبة الصغيرة يمكن أن تصنع تغيرات إيجابية، يبقى create. السؤال اللي بعده 14 بيقول لي smile or kind word، الكلمات الجيدة طبعا هتبقى powerful هتدي قوة. هتلاقي الإجابة الاختيارات التانية اختيارات ما تنفعش، يعني الاختيارات التانية أساسا هتلاقيها ما معانيها سلبية ما تنفعش. السؤال اللي بعده بيقول لي giving food، تقديم الطعام والملابس يظهر الكايندنس، يظهر الطيبة. فيكتوريا فول، شلالات فيكتوريا معروفة بأنها رور يعني زئير أو أصوات الهدير بتاع الماء، ده بيكون ثيوندرز اللي هو صوت الماء القوي يعني. the humps اللي هي السنام بتاعت الجمل بتخزن أكيد الدهون، قلنا الكلام ده قبل كده. the opposite of ancient، عكس ancient modern. كلمة responsible يعني مسؤول، معناها طبعا careless يعني مهمل، lazy كسلان، وفولش يعني غبي، يبقى trustworthy. السؤال اللي بعده teenagers المراهقين يحتاجوا at least 8 ساعات نوم، طبعا 8 ساعات نوم. نروح لسؤال رقم 21 اللي بيقول لي good students، الطلبة الجيدين دايما to their teacher، يبقى أكيد pay attention بينتبهوا.
السؤال اللي بعده the opposite of organized عكس organized مرتب عكسها ميسي. we should rules يعني قواعد يبقى follow يتبع القواعد. مرادف gather يعني يجمع، مرادفها أكيد get together get together هي موجودة يبقى get together يعني يجمع. السؤال اللي بعده بيقول لي سؤال رقم 25 بيقول لي نيو ادمنستريتيف كابيتال العاصمة الإدارية الجديدة هي رمز للناشونال برايد رمز للفخر الافتخار القومي. archaeologists علماء الآثار بيحموا الانشنت carefully أكيد هيحموا الانشنت artifact ما فيش هنا حاجة قديمة غير الارتيفاكت. أكيد dresses فساتين people يعني الناس وorder يعني أوامر أكيد ما ينفعوش يعني. السؤال اللي بعده بيقول لك the opening of the World Cup in Qatar اللي هو افتتاح كأس العالم في قطر كان breathtaking هي ناقصة كيو قطر. السؤال اللي بعده بيقول لي gently معناها طبعا gently معناها ببساطة أو بسهولة أو بنعومة يبقى softly. هتلاقي الإجابات التانية كلها غلط يعني هي المفروض unlucky مكتوبة غلط ويعني غير محظوظ damage يعني loudly يعني بصوت عالي وبادلي يعني سيء ما ينفعوش. السؤال اللي بعده volunteering كان العمل التطوعي ممكن يحسن المجتمع. سؤال 30 بيقول لي the fat gives الدهون بتعطي الجمل طاقة عشان الرحلات الطويلة. بقول لك طبعا what does it store هي بتخزن ايه؟ بتخزن فات. الجمال بتخزن الدهون. السؤال اللي بعده نروح لسؤال الريرايت. أول سؤال بيقول لي it's necessary for taxi يعني من المهم بالنسبة لسائق التاكسي يعمل ايه؟ إنه يكون معاه رخصة قيادة صالحة. قال استخدم مصر يبقى هتجيب الفاعل بتاعي مين؟ سواق التاكسي. ركز معايا عشان المسألة بسيطة بس عايزة تركيز. هو بيكلمني عن سواق التاكسي اللي هو التاكسي درايفر صح كده؟ هيعمل ايه؟ يجب عليه يبقى must يجب عليه ايه؟ يشيل رخصة صالحة يبقى must hold وكمل الجملة من غير to طبعا must hold valid driving license. سهلة خالص اهي انت تجيب الفاعل بعدين الفعل وبعدين باقي الجملة يبقى تاكسي درايفر أو درايفرز عشان هي جمع must hold valid driving license. السؤال اللي بعده بيقول لي students mustn't eat الطلبة لا يجب عليهم ما ينفعش ياكلوا في المدرسة في مكتبة المدرسة. هنا بيقول لي allow يعني مسموح بيه يبقى أنا عايز غير مسموح بيه يبقى students هبدأ بالفاعل. ركز معايا students are not allowed يعني مش مسموح لهم لأن allow أصلا معناها يسمح. ممكن تقول are not allowed أو ممكن تقول aren't allowed اللي يعجبك. aren't allowed وبعدين allow بيجي بعدها to والمصدر يبقى to eat in the school library. مسألة سهلة خالص يعني. الجملة اللي بعدها بيقول لي it's important to wake up من المهم إنك تصحى بدري. قال لك should طبعا لازم أبدأ أجيب الفاعل يعني you يبقى هبدأ بيو يبقى you بعدها الفعل should والمصدر يبقى you should wake up early وكمل الجملة عادي اللي هي to be able to catch the school bus. سهلة خالص الدنيا سهلة خالص المهم ان انت تركز وتفهم هو عايز ايه. السؤال اللي بعده السؤال الرابع بيقول لي it's necessary يعني من الضروري for her لها
انها تيجي بدري يوم السبت الجاي. It's necessary for here، يبقى هبدأ بالفاعل here، يبقى she، احول here لشي فاعل، لان here ده مش ضمير فاعل، فاجيب ضمير الفاعل. بعد كده الفعل عندي have to هتحوله ل has to، لان she مش هتاخد have to، يبقى هي ملزمة او من الضروري بالنسبة لها to come early next Saturday. مسألة سهلة وبسيطة بس نركز. مسألة سهلة وبسيطة بس نركز. انت ممكن تعمل كده، يعني ممكن تستخدم has. طب لو هو مصر انه يستخدم have هتعمل ايه؟ هتقول she doesn't have، عشان تحط have لازم تجيب doesn't، يبقى she doesn't have to come، يعني لا ينبغي عليها أن تأتي، أكيد تأتي متأخرة، يبقى she doesn't have to come، هي هنا بيقول إيه؟ come early يبقى come late، يبقى لا ينبغي عليها أن تأتي متأخرة next Saturday. ممكن تقول كده وممكن تقول كده. طبعا الأفضل الجملة التانية، لأنه عايز have مش عايز has، بس يعني إذا ما عرفتش خليها has. السؤال اللي بعده بيقول لي should. الجملة بتقول if I were you، دي جملة قاعدة if الحالة التانية اللي بتقول لو أنا مكانك أنا كنت عملت جدول أذاكر عليه. طبعا في الحالة أنت عايز جملة واحدة مش عايز اتنين، فهتحط الفاعل بتاعك وبيكلمني أنا يبقى you، بيكلم مخاطب، يبقى you should make a study plan، تعمل جدول مذاكرة، يبقى you should make a study plan. السؤال اللي بعده بيقول لي it's obligatory، يعني محظور ممنوع على الطلبة ان هم يلبسوا to wear their school uniform. هي obligatory مش معناها محظور، معناها يعني ملزم، يعني الطلبة ملزمين، للأوبليجيشن الإلزام، يعني obligatory هنا معناها من الإلزام على الطالب إنه يلبس لبس المدرسة. يعني students هبدأ بالفاعل، الفاعل بتاعي الطلبة، يبقى students have to، طبعا have عشان جمع، have to إيه؟ have to wear their school uniform. الجملة اللي بعديها عايز يستخدم mustn't، فبيقول لي smoking isn't allowed، التدخين مش مسموح بيه، يبقى you mustn't smoke، يبقى لا يجب عليك التدخين في المستشفى. السؤال اللي بعده بيقول لي استخدم should هنا للنصيحة، بيقول لي من المهم انك تنظم وقتك، يبقى you should organize، من الضروري انك تنظم your time wisely، من الضروري انك تنظم وقتك بحكمة او بذكاء. السؤال اللي بعده قال لي استخدم in my opinion، I think هي in my opinion، يعني انت هتشيل I think وتحط in my opinion وتبقى كده الجملة اتحلت. in my opinion museums are very important. الجملة اللي بعديها عايز mustn't هو بيقول لي it's not allowed to touch the museum artifact، يعني من غير الضروري انك مش من ضروري، غير مسموح انك تلمس القطع الأثرية في المتحف، يبقى you mustn't touch the museum artifact. كده احنا حلينا 10 أسئلة، حلينا 30 سؤال للتشوز، ونلتقي إن شاء الله في أسئلة تانية من مراجعة ليلة الامتحان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.